خلاص لحظة الحسم قربت. قانون الإيجارات القديمة اللي بقاله عشرات السنين ثابت دلوقتي بيتغير. مش وعود، مش كلام. مشروع القانون دلوقتي بيتناقش جوه مجلس النواب، وفي جلسات حوار مجتمعي شغالة ل 19 مايو اللي جاي. القانون الجديد مش تعديل بسيط، ده إعادة تشكيل للعلاقة بين المالك والمستأجر بالكامل. مشروع القانون اللي مقدم من الحكومة بيدي 5 سنوات فقط من تاريخ تطبيق القانون، وبعدها كل عقود الإيجار القديمة هتنتهي. المستأجر هيكون ملزم بإخلاء الوحدة، ولو رفض الطرد هيتم بأمر قضائي عاجل من قاضي الأمور الوقتية. كمان أول ما القانون هيبدأ الإيجار هيرتفع 20 ضعف القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، و5 أضعاف للوحدات غير السكنية. وبعد كده كل سنة الإيجار هيزيد 15% تلقائي. يعني مش بس المدة محدودة، التكلفة كمان بتزيد سنة ورا سنة. لكن في نقطة مهمة قوي، القانون بيدي أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء إيجار أو تمليك، ودي من خلال بوابة إلكترونية رسمية هتتفتح قريب. لكن ده مش مجاني، وبرضه مش مضمون للجميع، وهيكون مرتبط بشروط وإجراءات. فدلوقتي السؤال الكبير، انت فين من كل ده؟ انت مالك محتاج تعرف ازاي تحافظ على حقك وتستعيد وحدتك خلال المدة القانونية. انت مستأجر لازم تفهم بدائل الإخلاء، فرصك في الوحدات البديلة، ازاي تتصرف قانونا من دلوقتي، لأن القانون واضح، وأي تصرف غير محسوب ممكن يكلفك بيتك أو محل أو حتى استقرار أسرتك. علشان كده استشارة قانونية دلوقتي مش رفاهية، دي أمان حقيقي قبل ما التعديلات تدخل حيز التنفيذ. احجز استشارتك القانونية فورا، واعرف بالضبط ازاي تحمي نفسك وتتحرك في الاتجاه الصحيح. احمي حقك بالقانون.